يا هلا فيكم يا متابعيني الغالين. اليوم بقص لكم حكاية فارس، حكاية اللي بدأت في قلب الرياض، في بيتنا الهادي اللي ما كان يقطعه إلا صوت فناجيل القهوة ودعوات الوالدة. أنا فارس، شاب في 24 من عمري، توني مخلص جامعة وقاعد في البيت أهجول بين المواقع أدور على وظيفة تليق بطموحي، وعايش مع أمي أم فارس الله يطول بعمرها. الوالدة إنسانة بسيطة وقلبها أبيض من الشاش، لكن السنين هدت حيلها وصارت تعاني من آلام الركب والظهر، وصار شغل البيت عليها كأنه جبل تشيله على رأسها. وفي يوم من الأيام دقت جارتنا أم راشد. أم راشد حرمة في 50 من عمرها، وحيدة بعد ما سافر ولدها راشد للابتعاث، وبما إنها صديقة الوالدة من سنين عرضت عليها عرض كأنه بظاهر الرحمة وبباطن العذاب. قالت للوالدة: يا فارس، أنا وحيدة والبيت يصفر، شرايك تيجي عندي كل يوم أساعدك في المطبخ ونونس بعض؟ الوالدة طارت من الفرح ضحكت ضحكة تهكم ومرارة في سري. يا مسكينة يا أمي، كنتي تظنين إنه السعادة دقت بابك وما دريتي إنك فتحتي الباب لكارثة بتغير مجرى حياتنا. بدأت أم راشد تجي كل يوم، تدخل بعباءتها المرتبة وريحة بخورها اللي تسبقها بخطوات. في البداية كانت قمة في الذوق والحشمة، تدخل المطبخ وتطبخ أحسن الأكلات، والوالدة ما تسكت من مدحها. يا حليلها أم راشد، كانها أختي اللي ما جابتها أمي. وأنا كنت أغلب وقتي في غرفتي، بس بدأت ألاحظ أشياء غريبة. بدأت أم راشد تتواجد في طريقي دايم، أطلع أجيب موية ألقاها واقفة في الممر، أطلع للصالة ألقاها تطالعني بنظرات فاحصة، نظرات ما هي نظرات خالة لولدها، نظرات فيها تفرس غريب خلى شعري يقشعر. والله شر البلية ما يضحك. صرت أحس إني مراقد في بيتي، صرت أتفاشى أطلع من غرفتي بالملابس العادية، صرت ألبس وأترتب كأني طالع لعزيمة، لأني أدري إنه أم راشد ممكن تطلع لي من أي زاوية وبإيدها صحن حلا أو كوب قهوة. الصراع النفسي بدأ ينخر فيني، كنت أقول لنفسي: يا فارس، أنت واحم، الحرمة كبر أمك وأجودية. بس الحقيقة كانت ألعن من الوهم. بدأت تدخل في خصوصياتي، تسأل أمي: فارس ليه ما يتوظف؟ فارس وش عطره المفضل؟ فارس ليه ما يتزوج؟ ترى عندي له عروس. والوالدة تضحك وتقول: يا حليلك يا أم راشد، مهتمة بفارس كأنه ولدك. وأنا ودي أصرخ وأقول: يا أمي، هذه مو مهتمة، هذه تبي تملك البيت كله. الموقف اتطور في يوم كنت نايم فيه الظهر، فزيت على صوت حركة خفيفة في غرفتي، فتحت عيوني ولقيت أم راشد واقفة عند التسريحة، ماسكة ثوبي اللي كنت فاسخه قبل أنام وتشمه بتركيز غريب. انصدمت، صرحت فيها: يا خالة أم راشد، وش تسوين هنا؟ التفتت علي ببرود وابتسامة غامضة وقالت: أوه، صحيت يا فارس، كنت بس برتب الغرفة، الوالدة قالت إنها معفوسة. طالعتها بصدمة، أمي مستحيل تدخل أحد غرفتي وأنا نايم، بس سكت. خفت من الفضيحة وخفت من ردة فعل أمي لو قلت لها صديقتك تتحرش بخصوصيتي. صرت أحس بضيق في صدري، البيت اللي كان سري صار ساحة مكشوفة. وفي ليلة من الليالي الوالدة تعبت ونامت بدري بعد ما أخذت علاجها، وأنا كنت جالس في الصالة أتابع فيلم في الظلام، وفجأة انفتح باب المطبخ وطلعت أم راشد. بس هالمرة ما كانت أم راشد اللي أعرفها، كانت فاسخة العباية ولابسة جلابية بيت ضيقة ومرتبة بزيادة، وشعرها اللي دايم مغطى كان مكشوف ومسرح بطريقة ما تليق بسنها. مشت باتجاهي ببطء والبيت هدوء تام، والوالدة غارقة في نومها، وقعدت جنبي على الكنبة وقالت بصوت همس خلى قلبي يضرب في ضلوعي: فارس.
أمك نامت وأنا خلصت كل شيء، بس في شيء واحد ناقص. ما ودك تتقهوى مع بعض ونحكي سواليف ما تنقال قدام أمك؟ وطقت ضحكة خافتة ونظرت لي نظرة خلتني أعرف إنها الليلة هذه هي بداية الكارثة اللي ما كنت أتخيلها في أسوأ كوابيسي. جمدني مكاني وبديت أحس ريقي ينشف. الكنبة اللي كنت جالسة عليها صارت كأنها جمر، وأم راشد جالسة جنبي ولا كأنها مسوية جرم. ريحة عطرها اللي كانت قبل شوي بخور جيران صارت الحين ريحة خديعة تخنق الأنفاس. التفت عليها وأنا أحاول أبعد جسدي عنها، وبصوت يرجف قلت لها: يا خالة أم راشد، وش اللي ناقص؟ البيت كامل والوالدة ما قصرت معك، والوقت تأخر، اطلعي الله يستر عليك. ضحكت ضحكة خافتة وتهكمية ونظرت لي خلتني أحس إني أصغر من عمري ب10 سنين، وقالت: يا فارس، لا تسوي فيها البريء، أنا أعرف الرجال وش يدورون عليه، وأنت شاب في عز شبابك، وأمك الله يحفظها لا هي بمرضها. وش ينقصك؟ ينقصك وحدة تفهمك، وحدة تداريك، وحدة تعطيك اللي ما تقدر أمك ولا غيرها يعطيك إياه. كلامها كان يوقع على راسي مثل المطارق. وش ذي الجرأة؟ وش ذا الفجور اللي يتخفى ورا وجه الجارة الأجودية؟ الصراع النفسي كان يقطعني وصلات. كنت أفكر في أمي اللي نايمة في الغرفة الثانية، لو درت وش بيصير فيها؟ هل بينكسر قلبها؟ هل بتنكسر قدام جارتها وصديقة عمرها؟ كنت أبغى أصرخ وأطردها، بس خوفي على أمي كان يقيدني. خفت أنها تسوي شوشرة وتصحى الوالدة وتشوف المنظر وتفهم الموضوع غلط. أم راشد كأنها قرت أفكاري، قربت أكثر وهمست: لا تخاف، أمك خذت علاجها ونامت نوم عميق، ما راح تحس بشيء، وأنا هنا بس عشان أريحك. ومدت يدها تبي تلمس كتفي، نفضت يدها بقوة ووقفت وأنا أرتجف من القهر. اتق الله يا حرمة، أنت بسن أمي، كيف تسمحين لنفسك بهالكلام؟ اطلعي الحين لا أعلم الوالدة بكل شيء. هنا وجهها تغير، طفت الابتسامة وطلعت نظرة شرانية ما شفتها في حياتي. وقفت قدامي وبكل برود وقالت: تعلم أمك؟ والله إنك مسكين يا فارس، تظن أمك بتصدقك؟ أنا أم راشد، الجارة الصالحة اللي شايلة بيتها وشايلة أمك على كفوف الراحة. تظن لو قلت لها إن ولدك فارس حاول يتحرش فيني وأنا جاية أساعده بتصدق مين؟ طار عقلي، تهددني بأمي، تهددني بسمعتي. حسيت إني طحت في حفرة ما لا قراع. ذي مو حرمة، ذي شيطان لابس ثوب جارة. قعدت أطالع فيها بذهول وهي تبتسم بانتصار، وبدت تمشي في الصالة وكأنها ملكة المكان، تلمس الأثاث وتعدل الصور وتقول: البيت هذا محتاج لمسة أنوثة حقيقية، وأنا مستعدة أكون لك كل شيء، بس خليك ذكي يا فارس، لا تخسر أمك وتخسرني. الصدمة النفسية خلتني مشلول، صرت أشوفها تتصرف كأنها صاحبة البيت. دخلت المطبخ وطلعت وهي تشرب موية وتطالع فيني بإعجاب مقرف، وأنا واقف مكاني ماني عارف وش أسوي. هل أهجم عليها وأطلعها بالقوة، ولا أسكت وأتحمل هالقرف عشان خاطر أمي؟ كنت أحس بضغط رهيب، كأن الجدران تضيق علي. وفجأة سمعت صوت كحة خفيفة من غرفة أمي في الزيت، وأم راشد اتجمدت مكانها. طالعت فيني وغمزت وقالت بصوت واطي: بكرة نكلم، والحين بروح لبيتي قبل لا تصحى الوالدة، بس تذكر السر هذا لو طلع أنت الخسران. لبست عبايتها وتخطت ورجعت أم راشد اللي كل يعرفها، وطلعت من الباب بكل هدوء ولا كأن شيئا لم يكن. رحت ركض الغرفة أمي، لقيتها تتقلب وتبي موية، عطيتها الكوب ويدي ترتجف. قالت لي يا بصوت تعبان: يا فارس، وش فيك يا ولدي؟ وجهك أصفر، عسى ما شر. قلت لها بوجع مكتوم: ما في شي يمه، بس شوية صداع. قالت الله يرضى عليك، شفت أم راشد يا حليلها، لسه راحت، والله إنها نعمة من ربي. ضحكت بسري ضحكة مريرة. نعمة يا يمه؟ ليتك تدرين وش هالنعمة اللي خبيتيها ببيتك. نمت ذيك الليلة وأنا أحلم بكوابيس، أحلم بوجه أم راشد وهو يتحول الوجه وحش يبي ينهش بيتنا. وفي اليوم الثاني
صحيت على صوتها وهي تسولف مع أمي في الصالة وتضحك، كأن اللي صار البارح كان حلم ثقيل. بس نظراتها لي لما دخلت عليهم كانت تقول أنا لسه هنا واللعبة توها بدت. قعدت أفكر كيف أتخلص منها بدون فضيحة، كيف أحمي أمي من شرها. وفجأة وأنا جالس في غرفتي سمعت صوت أمي تصرخ صرخة خلت قلبي يطيح ببطني. يا فارس، يا فارس، الحق علي! فسيت من مكاني كني ملدوغ، ركضت لغرفة الوالدة والقلب يضرب في صدري مثل الطبل. طيحة الوالدة وصراخها كانت كأنها خنجر في خاصرتي. دخلت الغرفة ولقيت المنظر اللي جمد الدم في عروقي. أمي طايحة على الأرض عند باب الحمام، وأم راشد واقفة فوقها تمثل إنها تحاول ترفعها، بس عيونها كانت مثبتة علي. نظرة نصر وشماتة خلت شعري يقشعر. تخيلوا الخسة، الجارة اللي دخلناها بيتنا وأمنا فيها على أسرارنا صارت تستخدم عجز أمي وسيلة عشان تضغط علي. ركضت وشلت أمي وحطيتها على السرير وأنا أرتجف، والوالدة كانت تصيح من ألم ركبتها وتقول يا فارس زلقت رجلي، لولا الله ثم أم راشد كان رحت فيها. وأنا أطالع في أم راشد وشفافها تتحرك بابتسامة صفرة وتقول سلامتك يا أم فارس، عين ما صلت على النبي، أنا جنبك يا أختي ولا تشيلين هم. مالت عليها وعلى جيرتها. صرت أغلي من داخل، ودي أمسكها من رقبتي وأرميها برا البيت، بس الكلمة اللي قالتها لي في الصالة تظن أمك بتصدقك كانت تتردد في راسي مثل الصدى المزعج. قعدت أم راشد تدهن رجل أمي بزيوت وريحة العيارة تفوح منها، وأنا واقف عاجز. الصراع النفسي كان ياكل روحي أكل. هل أنا فعلا صرت خاتم في إصبع ذي الحرمة؟ هل بيتنا اللي كان عامر بالستر صار تحت رحمة نزوات جارة خمسينية مريضة؟ والله شر البلية يضحك. صرت أفكر في الفضيحة، في نظرة إخواني، في نظرة أهل الحارة لو طلعت السالفة، والناس ما ترحم، بيقولون الشاب تحرش بالخمسينية وما حد بيصدق العكس. طلعت من الغرفة وأنا مهدود الحيل، وقررت أن هذه اللعبة لازم تنتهي الحين. رحت لغرفتي وطلعت جوالي وفكرت بذكاء، لازم أمسك عليها دليل، لازم أخليها هي اللي تنطق بلسانها. رجعت للصالة وسويت نفسي منكسر وضايق صدري، وجت أم راشد بعد ما نومت أمي. مشت بتبختر ووقفت قدامي وقالت بصوت واطي ومستفز شفت يا فارس، أمك محتاجة لي أكثر من أي وقت، والآن وش قرارك؟ بتصير ذكي تسمع الكلام ولا تبي الجلسة الجاية تكون في المستشفى؟ يا ساتر على الجبروت، تهددني بأمي عيانا بيانا. سويت نفسي خارف وقلت لها يا خالة أنا ماني فاهم وش تبين بالضبط، أنا شاب وإنتي بمقام أمي، وشلون تبغين علاقة بيننا؟ ضحكت ضحكة هزت كياني وقالت أمي وأمي فكنا من هالمثالية الزايدة، أنا أبي إنسان يحييني، أبي أحس إني لسه مطلوبة، وإنت يا فارس عاجبني من زمان، ومن يوم شفتك وأنا مخططة أدخل ذا البيت، والآن صار الوقت اللي تدفع فيه ثمن جارتي ومساعدتي لأمك، وبكرة الظهر لما تروح أمك للمستشفى مع السواق بنكون أنا وإنت هنا لحالنا، وتنفذ اللي أقول لك له بالحرف، ولا اليوم اللي خلقني وخلقك لأقلب حياتك جحيم وأخلي أمك تتبرى منك. كنت في ذيك اللحظة حاط الجوال في جيبي ومشغل التسجيل. كل كلمة قالتها، كل تهديد، كل فجور نطق به لسانها صار عندي موثق. أخيراً يا أم راشد وقعتي في شر أعمالك. الصدمة النفسية اللي كنت عايشها تحولت لقوة وجرأة. وقفت وطالعت في عيونها بكل حدة وقلت لها بكرة الظهر يا أم راشد ابشري، بكرة بيكون يوم ما تنسينه طول عمرك. طلعت من البيت وهي تضحك بانتصار، ما تدري إن هالضحكة هي آخر ضحكة لها في بيتنا. اليوم الثاني راحت أمي للمستشفى، وفعلا جت أم راشد بجلابية ملفتة وعطور نفاذة. دخلت البيت بكل ثقة وقفلت الباب وراها، وبدأت تمشي باتجاهي وهي تتغنج، وقبل لا تنطق بكلمة طلعت جوالي وشغلت التسجيل بأعلى صوت. سمعت صوتها وهي تهددني بأمي، وسمعت كلامها القذر عن رغباتها المنحرفة. وجهها صار أزرق ثم شحب وصار مثل الملح. حاولت تخطف الجوال بس دفيت يدها وقلت لها وصوتي يرج البيت رج يا أم راشد
ذا التسجيل الحين بيروح لولدك راشد في بريطانيا، وبيروح لإخواني، وبيروح لكل أهل الحارة. اتقي الله في شيبتك، واتقي الله في جيرتنا. طاحت على ركبها تبكي وتترجى. وين القوة؟ وين التهديد؟ وين أنا أم راشد اللي كل صدقها؟ صارت مثل الذليلة تحت رجولي. تكفى يا فارس، أمسحه، والله شيطان، والله كنت أمزح. قلت لها: تمزحين ببيتي وبأمي وبسمعتي؟ اطلعي برا ولا أشوف رقعة وجهك في ذي الحارة كلها. والوالدة بقول لها إنك سافرتي لولدك فجأة، ولو شفتك قربتي من بابنا التسجيل بيكون عند أقرب مركز شرطة. طلعت تركض بعبايتها المبهذلة ودموعها تمسح مكياجها، وأنا قاعدت في الصالة أتنفس بعمق. حسيت بوزن جبل انزاح عن صدري. البيت رجع له نوره ورجع له أمانة. لما رجعت أمي سألت عن صديدتها، قلت لها بابتسامة صادقة: سافرت يا يمه، ولدها راشد طلبها تكون عنده، والله يستر عليها. الوالدة دعت لها بالخير، وأنا في سري كنت أدعي لربي إنه ستر علينا وحمانا من شر القريب. القصة انتهت يا جماعة، والدرس قاسي. لا تفتحون أبوابكم لكل من تسم في وجهكم، ترى السم أحياناً يكون في أطراف العسل. ودمتم بستر وأمان يا أغلى متابعين. والضحكة الحين ضحكة راحة ونصر، ومع السلامة في حكاية جديدة من حكاوينا السعودية الواقعية.